اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا احنا اول ما بدأنا يومنا بدأنا ان احنا نقوم نصلي. بعد كده بقى هنشوف بقى ايه، طبعا هنقعد نفطر او نشرب اي حاجة احنا عايزينها، يعني مش هندخل على اشغال الشقة كده على طول، لا. إيه، طبعا انا قمت بقى عملت لي نسكافيه لان انا قايمة الصداع الدنيا كله كان في دماغي، فقلت اشرب ايه فوقني كده ويخليني عارفه اشوف شغل البيت كويس بقى وما يعطلنيش، يعني عشان ورايا حاجات كتير قوي النهارده. فقلت هو كوبايه النسكافيه بقى هي اللي تعدل الانفق بتاعنا. رحت قايمه على طول كده وعملت بقى بعد ما صليت عملت لي كوبايه نسكافيه بس تقيله شويه. اتفضلوا معانا. هنشرب بقى النسكافيه ويلا بقى يا حلوين نشجع بعضنا كده ونقوم نشوف هنعمل ايه. طبعا قبل ما ندخل على المطبخ نشوف الشقة لو فيها حاجة متكركبة نعملها. لو عايزة تتلمع كده زي ما انتوا شايفين نلمع ونخلص كل اللي ورانا برا، بحيث ان احنا نخلص المطبخ والحاجات والاكل اللي ورانا جوه، فنطلع بقى نلاقي ايه، نلاقي الدنيا رايقه كده ونقعد بقى نأنتخ نعمل كل اللي احنا عايزينه. المهم بس نخلي الدنيا زي الفل بره، عشان ايه، ممكن حد يجينا، ممكن يحصل اي ظروف. فاهم حاجه، بره شقتك تبقى نظيفه خالص وما فيش اي حاجه. امي الله يرحمها كانت بتقولي مثل كده على طول، كانت بتقولي روقي بيتك ورشيه ما تعرفيش مين هيدخل فيه. فصحيح، يعني مرة فجأة كده تلاقي في صحاب عيالك جولك، يعني حد من قرايبك جولك، فلازم البيت دوت يبقى على طول متروق وعلى طول نضيف. انا طبعا مرضتش بقى اتعبكم معايا في شغل البيت كده، عملنا حاجات خفيفة قوي لان انا عندي الشقة من امبارح كانت الحمد لله متروقة. بعد كده بقى بعد ما خلصنا الشقة وشوفنا فيها ايه بره، فندخل بقى على المطبخ. قولوا لي يا جماعة، انتوا بتحبوا اكتر حاجة في شغل البيت ايه؟ ان انتوا تعملوا الاكل، ان انتوا تغسلوا مواعين، تروقوا الشقة، يعني كده قولوا لي بقى اكتر حاجة بتحبوها ايه. النهاردة طبعا زي ما انتوا شايفين كده هناكل فاصوليا وهناكل رز بالشعرية، وهنعمل ايه كمان، شوية سلطة كده جنبها وخلاص. بص بقى، انا كنت جايبه الفاصوليا ديت من اول امبارح. اول ما جبتها طبعا نديتها بشويه ميه، ما غسلتهاش، نديتها بس كده بشويه ميه ورحت حطاها في الكيسه تاني ورحت شايلاها ايه تحت الفريزر من تحت على طول، عشان تفضل محافظه على نفسها كده. فلو سبتيها حتى مده اسبوع هتلاقي الفاصوليا زي ما هي كده وهتبقى جميله جدا معاكي وكانك لسه جايباها دلوقتي. بس اعملي كده زي ما قلتلك وهتشوفي وادعيلي، ها. خضرة بقى اي حاجة انت عايزة تحافظي عليها تعملي تجيبيها، وما تغسلهاش، تحطيها يعني شوية مية كده ترشي عليها وتنديها وتروحي حطها في الكيس تاني وشايليها. المهم انا بعد ما غسلت الفاصوليا اهو بخرطها كده زي ما انتوا شايفين. دي تقطيعتي يا جماعة في الفاصوليا اهو. بصوا، يعني في ناس بتقطعها سمبوكسة وفي ناس بتسيبها زي ما هي وفي ناس بتقطعها مستطيل زي كده. انا بحب التقطيعة دي قوي الصراحة. السمبوكسة دي التقطيع اللي انا مش بقبلها، يعني تحس ان هي غليظة كده مش حلوة. إيه، بعد ما خلصنا بقى نلم المواعين اللي احنا بهدلناها وشوية المواعين اللي كانت في الحوض ونغسلهم كده علشان نخلص منهم. اهم حاجة الحوض يبقى ايه، نضيف ومفهوش حاجة. لا، الفرشة دي جميلة جدا، يعني في كده خوابق كده في المواعين الواحد ما بيعرفش يطلع بالليفة، وكمان يعني ممكن تخربشك بقى وتعوري منها. فالفرشة دي بتسهل عليكي حاجات كتير قوي، ممكن تعملي بيها الحوض. يعني انا جبت كان علبة فيها 3 فرشات اهو. بصوا ديت بتدخل في الخرام الصغيرة قوي ديت اللي الليفة ما بتدخلش فيها وبتغسلها كويس. بس صراحة يعني انا جبت 3، بس صراحة ما كنتش فاكرة سعرهم، فمخلية واحدة للبوتاجاز وواحدة للمواعين اهيت هي والحوض، وفي واحدة معايا تاني فلما احتاجها بقى هطلعها. ممكن التالتة دي اخليها للحمام، يعني اغسل بيها الحوض، اغسل بيها حتة كده مستخبية جوه مش عارفة اطولها بايديا، فبالفرشة هتسهل عليكي كله. هبصوا بقى الخوابق اللي انا ما بعرفش اطولها، فبحط الفرشة دي فيها جميلة جدا الصراحة. طبعا هنخلص بقى نشطب كل المواعين اللي حوالينا
ونروق المطبخ. بعد كده بقى نخش على الاكل بقى، تشوفي انت هتطبخي ايه، هتعملي ايه. كده هتخلصي الحاجه اللي وراكي بسرعه وتبقي بقى فاضيه. انا عندي طبعا عيالي البنتين في ثانويه عامه، ادعوا لهم يا جماعه. إيه يعني فلازم تبقى الدنيا متروقه على طول كده، وما يبقاش في كركبه حوالينا يعني، وما يبقاش ورانا حاجات كتير نبقى ايه مشغولين بيها. عايزاكم بقى تفرحوني وتكتبوا لي تحت في الكومنتات وتقولوا لي مين اللي نجح، عشان نبارك له كلنا كده ونقول له الف مبروك. المعالق السيليكون دي جميله قوي، كنت جايباها لوحدها كانت بحوالي 25 جنيه. كنت جايبه اتنين، واحده المقصوصه دي وواحده التانية غرف الطبيخ. لكن المعلقه السودا دي هتشوفوها دلوقتي، انا كنت جايباها ب65 جنيه، بس حلوه قوي مسهله عليا جدا وبحبها قوي قوي يعني، سهله عليا يعني. جبت المعالق الخشب الصراحه اهي، دي المعلقه اللي بكلمكم عليها. جبت المعالق الخشب الصراحه ما ارتحتلهاش، ما بقتش احب اعمل بيها يعني كده. بص بقى، انا هحط بقى ايه حته سمنه او حبه زيت يعني على حسب طبعا انت ما عايزه او حسب ما بتحبي. هتحطيهم في حاجه كده في حله لوحدها، وتروحي حاطه عليها السبانخ وتروحي حاطه عليها الفاصوليا وتشوحيهم كده كويس مع بعض يعني، حوالي 5 دقايق كده، ان انت تشوحي الفاصوليا مع حته السمنه او شويه الزيت اللي انت ايه عايزاه. ايه هتشوحيها وتروحي بقى شايليهم بقى على جنب لحد ما الطماطم بتاعتها تتسبك. انا دلوقتي هو عملت بصلايه وحطيت عليها فص توم، وهسيبها بقى تتحمر. بعد كده نحط عصير الطماطم بتاعنا. بصوا فص التوم دوت مهم جدا. هنحط فصين توم، واحد مع البصله كده، وواحد لما خلاص تكون داخله على السوا هنروح مقطعينه بقى حاطينه ني، ولا نحمره ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم ان التوم دوت بيفرق في الطعم جدا، بيودي الاكله في حته تانية يعني الصراحه. والله بقى لو حطيت لها كمان قرن فلفل اخضر كده، يا سلام، هتخلي لك الطعم تحفه وهتحبيها جدا. بس للاسف بقى انا يوميا ما حطيتش فلفل معاها، خفت لا يكون حامي وكده يعني، واحنا بقى معدتنا مش ناقصه، فقلت كفايه الفصين التوم. طبعا بتحط التوابل بقى زي ما انت عايزه. بس كده بقى احنا غطينا الصلصه وهنسيبها تتسبك، وهنودينا هي شوحنا الفاصوليا في حته السمنه او حبه زيت زي ما انت عايزه. هنركنهم بقى على جنب لحد لما الطماطم خلاص كده تتسبك، نروح حاطين بقى ونكمل سواها. طبعا بقى هنعمل رز بالشعريه. عايزين نغير يا جماعة في أكل في الرز دوت يعني، زهقنا من رز بالشعرية، رز أبيض، رز. عايزين طريقة تانية، لو حد يعرف طريقة تانية يكتب لي تحت في الكومنتات. طبعا هتحطي برضو سمنة أو زيت زي ما انت عايزة. أنا حطيت عن نفسي حبة سمنة، أنا بحب الرز بالسمنة أوي، بيدي طعم جميل كده. الشعرية مش راضية تنزل عمالة. وطبعا اعملي على قدك، الرز غالي يا جماعة يعني، أنا بجيب الرز ب27 جنيه من المعهد الديني. بره بقى في فتح الله والاماكن ديت اقل حاجة في الاسعار في فتح الله 30 جنيه الكيلو، في بقى ب36 وفي ب35 يعني، الرز غالي جدا. بس سمعت خبر حلو امبارح ان كرتونة البيض رخصت، فمش عارفة بقى دي حقيقي ولا لأ. لو حد عارف ولسه جايب كرتونة البيض ديت قريب يكتب لي سعرها كام وجابها منين. طبعا سايبين الشعرية بقى هي يعني، بنتابع هنا ونتابع هنا. الشعرية اتحمرت اهي بقى لونها ذهبي، نروح حاطين بقى الرز وحاطين الملح بتاعنا وايه، ونغطيه كده ونوطي عليه تماما لحد ما يستوي يعني، ما تخلوش بقى عالي عليه عشان ما يشتش معاكي وكده. بس خلصنا الخلاط بتاعنا ونشكره اهو، نمسحه بقى ونلمعه ونشيله مكانه. تعالوا بقى نعمل شوية سلطة مع بعض. عارفين السلطة يا جماعة بتاعت الحياتي ديت الجميلة التحفة دي، اللي محدش يعني كله بيسيب الأكل ويمسك في طبق السلطة ده. النهاردة هنعمل طبق سلطة زيه. هنجيب بصلاية صغيرة قوي وكام طماطماية وبقدونس وجرجير وخيار وفلفل، قرن فلفل يكون حامي. طبعا هنقطع كل الحاجة ديت جوانح كده أو شرايح زي ما انتوا شايفين.
عايزه اقول لكم كانت طعمها جميله جدا والله كده، وتشربي الصوص بتاعها كده اللي نزل منها تحفه قوي قوي قوي. نخرط بقى القرن الفلفل الحامي دوت، وده اهم حاجه في طبق السلطه. بعد كده خيارايه ونقطعها شرايح كده زي ما انتوا شايفين، بس تكون شرايح رفيعه. هنحط عليها بقى ملح وخل وليمون وشوية زيت صغيرة، وهنحط شوية كمون سنة صغيرة قوي. بس كده هتقلبيها بقى كويس قوي مع بعض وتركنيها لحد لما تغرفي. وهتاكلي احلى طبق سلطة في الحياة. جربيها بس وقوليلي ايه رأيك فيها. وادي كده طبق السلطة الجميل بتاعنا، وادي الفاصوليا القمر بتاعتنا، وادي الرز المفلفل ابو شعرية. كده بقى هتغدى انا والبنات، ولما يجي بقى الباقي اللي عايز يتغدى هحط له ان شاء الله يجوا بالسلامة. كوباية المية طبعا، ودي اهم حاجة على الاكل. هنحط المعالق وتفضلوا معانا يا جماعة. هو ده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون ضيفة خفيفة كده على قلبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى